السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات سناء. وضمن تحضيرات رمضان دائما غادي نقدم لكم حلوة زلابية أو زلابية البنان أو شباكية البوق، كل واحد وكيفاش كيسميها. كتجي لذيذة بزاف، كتجي مقرمشة من برا ورطبة من الداخل. غادي نعملها معكم اليوم إن شاء الله بالمذاق ديال الشباكية. سبق لي عملتها معكم العام اللي فايت بمذاق مختلف وناجحة أيضا، واليوم غادي نقدمها معكم بطريقة سهلة مع أسرار نجاحها إن شاء الله. قبل ما نمروا نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، إلا كانت هذه أول زيارة للقناة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إليكم الآن المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. على بركة الله. بالنسبة للمقادير فهي سهلة. غادي نحتاج 2 كيسان ديال الماء. الكاس الأول ماء كله ماء، والكاس الثاني عملت النصف ديالو ماء والنصف الثاني ماء الزهر، وعملت معاه واحد الربع الضامة ديال الزعفران اللي ممكن أنكم تعوضوه بالزعفران الشعرة. وغادي نحتاجو كاس من الزيت. الكاس كيوزن 150 مليلتر. ملعقة كبيرة عسل. بالنسبة للمناسمات غادي نحتاجو ملعقة كبيرة ديال الجنجلان مطحون أو السمسم، ملعقة صغيرة نافع وحبة حلاوة أي الشمر واليانسون مطحونين أيضا، واحد القبيصة ديال الملحة، وثلاثة الكيسان ديال الدقيق. تقدروا تضيفوا أيضا واحد ربع ملعقة صغيرة ديال القرفة أو الدارسين. بالنسبة لطريقة التحضير، في الكاسرونة غادي نوضع 2 كيسان ديال الماء والماء الزهر، ثم غادي نضيف كذلك الزيت، وغادي نوضع الكاسرونه على نار اللي تكون متوسطه، وغادي نخليها حتى تطلع فيها الغليه مزيان. ضروري ما تسخن ديك الماء والزيت ومزيان، عاد ممكن اننا نخدموا بها. فكما كتشوفوا معايا بعد ما طلعت فيها الغليه مزيان، ضروري ما يكون داك الماء والزيت سخون مزيان. كنضيف له ملعقه كبيره ديال العسل، وغادي نخلط واحد شي شويه. مباشره كنبقى نوضع الدقيق غير بشويه بشويه. كما قلت لكم فانايا احتاجيت هنايا 3 الكيسان، لكن الا كان مازال خاصني غادي نزيد. غادي نضيف المنسمات اللي ذكرت مع ديك القبيصه ديال الملحه مع الدقيق، وكنضيف الدقيق غير بشويه بشويه، وكنحرك بملعقه خشبيه لانه سخون، ما نستعملش يدي نهائيا. ضروري نبقى نضيف الدقيق غير بشويه بشويه وانا كنحرك باش في نفس الوقت ما كتقصحش لينا العجينه. الدقيق واخا قلت لكم 3 الكيسان، ولكن كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب الخليط. يعني دابا انايا ضفت هنايا واحد 3 الكيسان، ولكن غادي نشوف العجينه الا بقات ليا يعني مازال خاصها راني غادي نزيد. لان العجينه الا خليناها عاوتاني مطلوقه بزاف، فمين تنجيو كنقليوها في الزيت فهي كتحل لينا وكتشتت، فما كتبقاش جامعه راسها. صافي كنبقى نضيف الدقيق غير بشويه بشويه، وانا كنخدم ديك الملعقه الخشبيه على هذا الشكل هذا. فمن بعد ما ضفت هذوك 3 الكيسان كاملين ديال الدقيق، فقلبتها لقيتها بانه ضروري نزيد واحد شويه، بقى خاصني نزيد. تنزيد تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق. وكما كنقول لكم في الدقيق كيبقى على حسب الخليط، فانا استعملت 3 الكيسان ولكن راني مازال ضفت الدقيق، يعني ضفت واحد 2 معالق كبار. كنزولها من الكاسرونه وكنعملها في واحد الاناء. كنحاول انني نعجنها واحد شويه بيدي، ما تندلكوهاش، فقط غير باش تنسجم مع بعضياتها. صافي هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه، كيجي على هذا الشكل هذا. فالعجينه ما خصهاش تكون كتلصق باليد، يعني من تنشدوها بهذه الطريقه هذه كتبقى تجمع وكتكون رطبه وما كتلصقش باليد. دابا غادي ناخذ الجيب الحلواني وغادي نعمر به العجين. الا ما متوفرش عندكم ممكن انكم تستعملوا البوق العادي اللي تيكون بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ القليل من العجين وغادي نعملو في الجيب الحلواني.
ضروري ما نستعملوه هي شي شويه دافيه. الا خليناها حتى بردات فما غاديش تبغي تخرج لينا من البوق او الجيب الحلواني. لهذا خدموا بها مباشره من بعد ما تجمعوا العجينه. كناخذ واحد البلاطو وكنعمل عليه واحد شويه ديال الطحين، وكنبدا نخرج الحلوى من البوق بشكل طولي على هذا الشكل هذا. فالطحين عملته غير باش ما تلصقش ليا الحلوى احتياطا. تقدروا تشكلوها باي شكل نتوما بغيتو، يا اما كتشكلوها بطريقه يعني بشكل طولي كما كنعمل انا، او لا كتاخدوها وكتشكلوها بشكل دائري. طبيعه الحال الاختيار كيبقى لكم. تقدروا ايضا تخليو الحلوى ديالكم ترتاح واحد الساعه، والا ما كانش عندكم الوقت فقليوها مباشره ماشي مشكل. فانا غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى تنكمل العجين كله. فمن بعد ما كملت من تشكيل الزلابيه ديالي، فكما كتشوفوا معايا فانا عمرت البلاطو الاول كما كتشوفوا معايا، وعمرت كذلك هذه الصينيه هذه، واحد البلاطو اخر هو هذا. فكما كتشوفوا معايا فهي كتعطي كميه وفيره ومقادير غير قليله. عملت هنايا الزيت كتسخن، وعندي هنايا العسل اللي سبق لي وعملته معكم، غنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. وهنايا عملت الكسكاس باش غادي نصفي الزلابيه ديالي من بعد ما غادي نغطسها في العسل. فمن بعد ما كتسخن الزيت كنبدا نحط الزلابيه في الزيت. ضروري خصها تكون الزيت سخونه مزيان باش ما كتحلش لينا الزلابيه وكتفرقع وكتولي مشته في وسط الزيت. فلهذا سخنوا الزيت مزيان ومن بعد نقصوا عليها وخليوها طيب. هي راه كتاخذ واحد شويه الوقت، هي الوحيده المعسلات اللي كتاخذ شويه الوقت في الطياب. لهذا خليو الزيت يسخن مزيان ومن بعد نقصوا عليها وخليوها طيب على خاطر خاطرها، وما تمسوهاش نهائيا حتى تبان لكم بانها بدات كتحمر واحد شويه. عاد نبداو نقلبوا فيها. الا كانت عاوتاني العافيه مجهده بزاف فهي غادي تاخذ اللون الذهبي ديالها اولا غادي تتحمر، ولكن ما غادي تطيب من الداخل مزيان. لهذا خليوها في يعني في الاول عملوها في الزيت سخونه ومن بعد نقصوا عليها مزيان. يعني هاد الامور اللي ذكرت فهي اساسيه باش تتنجح معنا الزلابيه. ولا بغيتوا تختصروا يعني الوقت فبعد ما تتوضعوا العجينه في الجيب الحلواني كتاخذوها وكتخرجوها من البوق وكتوضعوها مباشره في الزيت وانتم كتقطعوا بالمقص. هذه الطريقه هذه كتكون اسرع، لكن حنايا عملنا الطريقه الاولى بالنسبه للمبتدئات كتجي اسهل. فانا غادي نخلي الزلابيه تقلى مزيان في الزيت وغادي نخليها حتى تبدا تحمر. عاد ممكن انني نبدا نقلب فيها. من بعد ما تتحمر مزيان كنوضعها مباشره في العسل. العسل ضروري يكون بارد طبعا، وغادي نخليها تعسل مزيان وتشرب داك العسل مزيان. وفي هذه الفتره هذه كنستمر في القلي ديال حلوه الزلابيه. فهنا من بعد ما كتعسل ليا الحلوه الزلابيه مزيان كنوضعها في الكسكاس باش تسقطر. ممكن انكم تزينوها بالجنجلان او اللوز المجروش. بالنسبه لي انا فانا زينتها بالجنجلان، وممكن ايضا تخليوها غير بحال هكاك. وهذا هو الشكل النهائي ديال زلابيه البنان او شباكيه البوق. كتجي رائعه، كتجي مقرمشه من برا وكتجي معلكه ومعسله من الداخل، كتجي من اروع ما يكون. فإلا تبعتوا النصائح اللي عملت معكم في الفيديو فإن شاء الله غادي تجيكم ناجحة 100%. وصلنا إلى نهاية الفيديو. كنتمنى وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم. وإلا عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك في القناة باش توصلوا بالجديد. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.